عزيزة بنت إبليس صاحبة أكبر جريمة حصلت في اسكندرية. الست اللي انتوا شايفينها قدامكوا دي خلت الناس كلها قالت عليها بنت إبليس. القصة كلها حصلت سنة 83، رغم ان القصة حصلت وانتهت إلى إنها في سنة 2012 القصة دي رجعت شغلت الرأي العام كله والناس كلها اتكلمت عليها. تعالوا نعرف ايه اللي حصل سنة 83 في اسكندرية. كان في بنت اسمها عزيزة، وعزيزة عايشة في اسكندرية، وأول ما تمت 17 سنة أهلها جوزوها لشاب اسمه سعيد. بس سعيد كانت روحه في مناخيره وعصبي شوية، كان بيعاملها بقى ضرب وشتيمة وإهانة وجو من ده. المشكلة هنا إن عدت سنة واتنين وتلاتة وعزيزة ما خلفتش، فعزيزة بدأت إن هي تقلق وقالت لا أنا هروح أكشف. ولما راحت تكشف الدكتور صدمها وقال لها إن انتي مش هينفع تخلفي ولا حتى تحملي لأن عندك عقم. هنا عزيزة زعلت جدا، وجوزها لما عرف بقى يعاملها معاملة أسوأ من الأول، وأهل جوزها بدأ إن هم يعايروها لحد ما تعبوها نفسيا. وجوزها بقى كمل وقال لها أنا مش هينفع أكمل مع واحدة زيك، وراح مطلقها. وبعد ما اتطلقت بفترة اتجوزت من شخص تاني من نفس المنطقة، والمشكلة ان اهل جوزها برضو فضلوا يعايروها. فهنا عزيزة قالت والله لانتقم من كل شخص عايرني واحرق دمه وعرفهم ان انا مفيش فيا عيب. وخطرت على بالها فكرة ما تجيش على بال الشيطان نفسه. ركز بقى معايا في اللي جاي. سنة 83 عزيزة وهمت جيرانها واهل جوزها، وهمت الناس كلها ان هي حامل. طبعا ده كان بالاتفاق مع جوزها واخت جوزها. وبدأت عزيزة ان هي تحط هدوم تحت العباية، قال يعني ان هي حمل طبيعي، وكل شهر بقى بدأت تزود الهدوم تحت العباية عشان تأكد يعني ان حملها طبيعي. وعدت الايام والشهور لحد ما وصلت لنص الشهر التاسع. وفي نص الشهر التاسع الساعة 10 بالليل بدأت عزيزة ان هي تصوت جوه شقتها عشان الناس تتلم يعني، وقال يعني ايه عزيزة بتولد. والناس قعدت تتسائل في ايه. ردوا عليهم وقال لهم عقبال عندكم ده عزيزة بتولد. طبعا هم كانوا مدبرين كل حاجة قبليها، وكانوا متفقين مع الداية بتاعة المنطقة ان هي هتيجي وتعمل كأنها هتولدها وهتقبض قرشين حلوين. والساعة 12 بعد نص الليل في نفس اليوم عزيزة راحت على مستشفى الشاطبي باسكندرية. راحت هناك ولبست لبس ممرضة، قال يعني بتخدم في المستشفى وكده. المستشفى وقتها كانت امكانياتها ضعيفة وما بيدخلهاش غير الطبقة الفقيرة شوية. ودخلت على واحدة كانت لسه والدة وخدت منها ابنها يا عيني، قال يعني بحجة ان هي تطمن عليه. وخدت ابنها من هنا وخرجت من المستشفى وفص ملح وداب، ورجعت في ساعتها على بيتها الفجر ولا كأن في اي حاجة. دلوقتي عزيزة بقت ومعاها ابنها عادي قدام الناس. وتاني يوم خدوا الولد وراحوا عشان يسجلوه باسمهم وسموه إسلام، والموضوع منكشفش وعد عادي. وإسلام بعد ما كبر وبقى عنده 3 سنين أهل جوزها رجعوا يعايروها تاني وقالوا لها ايه يا عزيزة مش هتخوي الواد، مش هتجيبله أخ ولا أخته يا اختي. رجعت عزيزة عملت نفس السيناريو بس مع اختلاف بسيط. هنا ما راحتش المستشفى، هنا قررت ان هي هتروح تشوف الضحية الجديدة في السوق. وراحت السوق وقعدت تلف شمال ويمين لحد ما لقت يا عيني الضحية بتاعتها. لقت ست غلبانة كده ومعاها ابنها على دراعها. فضلت تلف عليها ووهمتها ان هي شغالة في الشؤون القانونية وتقدر ان هي تساعدها وتجيب لها فلوس، ووهمتها. وعزيزة كانت ذكية جدا، قدرت ان هي تقنعها وعرفت كل حاجة عن الست. عرفت هي ساكنة فين، جوزها شغال ايه، وجوزها بينزل امتى، والمنطقة اللي قاعدة فيها. عرفت عنها كل حاجة. وتاني يوم عزيزة راحت لبيت الست دي وخدت لها معاها شوية فلوس وشوية زيت وسكر، وقالت لها ان انا كل شهر هجيب لك الحاجات دي، بس لازم تسجلي في الشؤون الاجتماعية تسجلي اسمك.
الست اقتنعت وقالت لها طيب خلاص ماشي تمام. قالت لها خلاص عزيزة، قالت لها قومي بقى غيري هدومك كده وهاتي الواد ده شيله عنك عشان ايه ناخدك ونروح نسجل اسمك. والست يا عيني قامت لها وقامت عشان تغير هدومها وسابت معاها الواد، وعزيزة خدته من هنا وطارت وفص ملح وداب. والست خرجت بقى قعدت تصوت ولمت الناس، بس خلاص مفيش. الناس قالوا لها لازم تروحي تعملي بلاغ في الشرطة بأوصاف الست دي. وفعلا الست دي راحت طلعت على الشرطة وعملت بلاغ في عزيزة بأوصافها، والشرطة قعدت تدور بس ما عثروش في حاجة. وتاني يوم عزيزة وجوزها خدوا الولد وراحوا سجلوه زي ما عملوا في المرة الأولانية، بس المرة دي سموا الولد هشام. وبعد كده عزيزة حست ان ممكن يحصل فيه شوية قلق، فخدت جوزها وقالت له خلاص احنا لازم نبيع البيت ده. وفعلا باعوا البيت لواحدة جارتهم اسمها شمعة، وخدوا بعض وخدوا حالهم ومحتلهم وسابوا اسكندرية كلها وراحوا عاشوا فين؟ وراحوا عاشوا في محافظة العريش، وهناك اشتروا بيت وعاشت هي وجوزها وولادها الوهميين اللي هي خطفتهم طبعا اسلام وهشام. وفضلت عزيزة عايشة مع ولادها وجوزها الوهميين لمدة سنين. وهنا قررت ان هي تاخد الولد الثالث، وعملت نفس السيناريو اللي عملته قبل كده، ووهمت برضو جيرانها ان هي حامل وعملت نفس اللي هي عملته. وخدت جوزها وقالت له تعالى نلف لفة في المستشفيات عشان يبتدوا ان هم ينفذوا خطتهم. ولما خدوا لفة في المستشفى لقوا ان في قلبان شوية، لان الموضوع ساعتها بدأ ان هو يتعرف. هنا قررت ان هي لا هتنفذ خطتها بس في السوق. وراحت السوق وقعدت تلف وتدور لحد ما لقت ست غلبانة شايلة ابنها على دراعها وماشية. راحت عزيزة لفت عليها وأقنعتها ان هي شغالة في التمريض في المستشفى وان هي تقدر تساعدها. عزيزة كانت ذكية جدا وفعلا قدرت ان هي تقنع الست. واول ما شافت الولد على دراعها قالت لها هو الولد اصفر كده ليه؟ قالت لها اصلا انا تعبانه ومش قادره اشتري لبن وما بقدرش ان انا ارضعه والحكايه والظروف ووالده فقير. والست قعدت تعيط. هنا عزيزه جات لها الموضوع على طبق من ذهب. قالت لها بس خلاص انا عندي الحل بتاعك، في المستشفى دكتور كبير بيساعد الحالات اللي زيك وهيكشف على الولد وهيعالجه، ده كمان هيعمل لك مرتب شهري كل شهر. وخدت الست وطلعت على المستشفى وقالت لها بس اقعدي هنا في الممر في الطرقه دي وانا هاخد منك الولد وهلف بيه على الدكاتره واشوف الدكتور جوه، بس عشان الزحمه فانتي اقعدي استنيني هنا. وفعلا الست كانت صدقتها وخدت منها عزيزه الولد وفص ملح وداب وخرجت من الباب التاني للمستشفى واختفت عزيزه. والست هنا طبعا فضلت قاعده مستنياها بره ساعه والتانيه والتالته ان عزيزه تظهر. عزيزه اختفت. وهنا الست طلعت على الشرطة وعملت فيها بلاغ. والست اللي اسمها ام محمد كانت كل يوم تروح الشرطة عشان تعرف فيه جديد ولا لأ. وهنا يشاء ربنا ويشاء القدر ان الست اللي عزيزة بعت لها البيت في اسكندرية راحت سكنت جنبها. والست لما راحت ولقت عزيزة معاها 3 أولاد، الست دي كانت عارفة ان عزيزة عقيمة ما بتخلفش، فجابت ازاي ال3 أولاد دول، وخصوصا ان ال3 أولاد دول مش شكل عزيزة ولا شكل جوزها، فشكت فيها. وراحت بلغت الشرطة وحكت لهم كل حاجة وقالت لهم ان عزيزة عقيمة ما بتخلفش، ازاي جابت الولاد دول. والشرطة راحت اقتحمت البيت عند عزيزة وكان معاهم مين؟ الست ام محمد اللي كل يوم كانت تروح الشرطة عشان تتأكد في اخبار ولا لأ. والست ام محمد اول ما راحت وشافت عزيزة اتعرفت عليها وكانت مستحلفة لها، واول ما شافتها هجمت عليها والشرطة لحقتها من تحت ايديها بالعافية. بس عزيزة اول ما اتقبض عليها كانت رافضة ان هي تحكي وتعترف على اي حاجة، وفي الاخر اعترفت ان هشام ومحمد فعلا مش عيالها. لكن اسلام قعدت تحلف ايمانات الله وتنكر وتقول ان ده فعلا ابني، لحد ما الحكومة قررت ان هي تعمل تحليل ليها والاسلام. وفعلا التحليل اثبت ان اسلام مش ابنها، وكمان اثبت ان هي عقيمة ما بتخلفش. طيب اسلام ده يبقى ابن مين؟
لدرجة ان الحكومة بقى اخر ما زهقت نشرت صورة اسلام وعزيزة في الصحف عشان يعرفوا اهله مين وايه الحكاية. والحكومة اتفاجئت بعديها ان جالهم 24 بلاغ، ناس بتبلغ عن ان هي خدت عيالهم وان هما لسه فاكرين شكلها لحد دلوقتي. الحكومة اتفاجئت 24 عيل خدتهم، ولما حققوا معاها اتأكدوا ان هي كانت بتتاجر فيهم. طب فين ما يثبت بقى ان هي خدت 24 طفل؟ مفيش اي حاجة تثبت ان هي خدت الاطفال. مش راضية اوضح اكتر من كده طبعا عشان ما تحذرش. واتحكم على عزيزة بعد ده كله. تخيل بعد كل اللي هي عملته اتحكم عليها ب6 سنين فقط. مفروض كانت تاخد اعدام والله. 6 سنين. وجوزها واخته خدوا 5 سنين. والله حرام شوية عليهم. وفي اخر الفيديو ربنا يحفظ اطفالنا وشبابنا ويبعد عنهم كل شر، امين يا رب العالمين.